رفض تأجيل مباراة الأهلي والبنك الأهلي. رابطة الأندية ترفض تأجيل مواجهة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري، وتصر على إقامتها في موعدها، ما يفرض على الأهلي برنامجا مضغوطا يشمل العودة السريعة من تنزانيا ثم السفر لاحقا إلى الجزائر لمواجهة شبيبة القبائل في الجولة الخامسة بدوري أبطال إفريقيا. استبعاد واستدعاءات قائمة الأهلي. المدير الفني يواصل استبعاد يوسف بالعمري، محمد شريف، عبد القادر، عمرو الجزار لأسباب فنية وبدنية. ضم محمد سيحة بدلا من حمزة علاء، مع تواجد كوكا، ياسين مرعي، الشناوي، شوبير، بن شرقي، إمام عاشور، زيزو، تريزيجيه ضمن القائمة. حقيقة غياب يوسف بالعمري. مصدر بالأهلي يؤكد أن غياب بالعمري لا علاقة له بتصريحات إعلامية سابقة، وأن المدرب رحب باللاعب، لكن عدم الجاهزية الفنية والبدنية حسم القرار مؤقتا. جدل تحكيمي قبل مباراة يونغ أفريكانز. الكاف يعين الحكم الكاميروني أنطونيو ماكس لمباراة الأهلي ويونغ أفريكانز، وهو ما أثار الجدل بسبب إيقاف سابق للحكم على خلفية أخطاء جسيمة في مباراة للرجاء المغربي. تطورات صفقة مهند علي. طه عزة رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية ويعمل مديرا تنفيذيا بنادي دب الإماراتي، يؤكد أن الأهلي مطالب بتحسين عرضه المالي إذا أراد ضم مهند علي. رفض مجري لرحيل بوعلي. النادي المجري المالك لعقد الجزائري أحمد نظير بوعلي يرفض انتقال اللاعب للأهلي في يناير بسبب الحاجة لخدماته. مهاجم فلسطيني تحت الاختبار. أنباء عن وصول الفلسطيني محمد محمود 20 عاما إلى القاهرة للخضوع للكشف الطبي تمهيدا للانضمام للأهلي. تقارير تؤكد أنه بديل لصفقة الفخوري، ولا علاقة له بملف المهاجم الأجنبي الذي ما زال الأهلي يعمل عليه. موقف محمد الشناوي. الأهلي ينفي وجود أي نية لدى محمد الشناوي للرحيل، ويكذب شائعات الانتقال للدوري التركي أو الخليجي. ضغوط وكيل إمام عاشور. وكيل اللاعبين آدم وطني يستغل تألق إمام عاشور ويصدر أنباء عن عروض أوروبية وعربية كبرى للضغط على الأهلي من أجل فتح ملف تعديل عقد اللاعب. بعثة الأهلي إلى ألمانيا. وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين ومحمد يوسف المدير الرياضي يترأسان وفد الأهلي المتجه إلى لايبزيغ الألماني لفترة معايشة وتبادل خبرات. بيراميدز يضم باسكال فيري. بيراميدز يعلن رسميا ضم باسكال فيري جناح زيسكو الزامبي السابق، وسيتم قيده تحت السن. دونجا جاهزا مع الزمالك. نبيل عماد دونجا يشارك في مران الزمالك كاملا بعد التعافي من الإصابة ليصبح جاهزا للمباريات المقبلة. المنتخب الأولمبي. اتحاد الكرة يدرس تأجيل حسم اسم المدرب الأجنبي الجديد للمنتخب الأولمبي لوجود متسع من الوقت قبل أول ارتباط رسمي. صدمة للمنتخب الجزائري. نادي السد القطري يعلن إصابة يوسف عطال بقطع في وتر أكيلس، ما يؤكد غيابه عن المونديال. رؤية فنية للدوري. عدل القيعي يؤكد أن المنافسة على الدوري تتطلب الفوز في جميع المباريات المقبلة وعدم التفريط في النقاط، مشددا على أن المشاركة أساسها الجاهزية فقط، وأن تقبل الجلوس على الدكة يعكس شخصية اللاعب الحقيقية.